تعالوا النهارده مع بعض نعمل طريقة عمل كفر الايربودز. عايزة اقول لكم ان هي سهلة جدا وبسيطة وتقدري تعمليها ببواقي الخيوط اللي عندك. يعني لو عندك بواقي خيوط مش عارفة تعملي بيها ايه، اعملي بيها الكفر ده، وتقدري برضو تستخدميه في اي استخدامات تانية، تقدري تستخدميها في توزيعات لو طلب منك توزيعات، فشكلها حلو جدا. وزي ما انتم شايفين شكلها سهل جدا، بثلاث سطور بس هنقدر نعملها. تعالوا بقى اقول لكم نعملها ازاي وايه الخيوط اللي هتستخدميها. اول حاجه انا هستخدم ابره رقم 3، وبستخدم مع القطعه دي بستخدم خيوط قطن. وبرده لو عندك اي خيوط متوفره عندك من بواقي تقدري برده تعمليها، مش هتقول لا. اول حاجه بعمل عقده البدايه وببدا ارتفع 4 سلاسل، وهاجي في السلسله الاولى اللي انا عملتها واعمل منزلقه بالشكل ده. كده اتكون عندي دايره اقدر اشتغل فيها. هعمل ايه؟ هرتفع 3 سلاسل ودول بمثابة عمود، وهبدأ أشتغل داخل الدايرة دي 12 عمود بلفة، وهحسب معايا ال3 سلاسل اللي أنا اشتغلتهم بمثابة عمود. يعني كده أنا عملت عمود، يبقى كده أنا بصوا عملت 2 عمود، وهبدأ أعد لحد ما أوصل ل12 عمود بلفة. وهنا بعد ما وصلت ل12 عمود بلفة هبدأ أقفل، شايفين، في رابع سلسلة مش في تالت سلسلة عشان هقدر أشتغل فيها بعد كده. وهاجي أغير اللون قبل ما اخد منزلقة في الخطوة دي. هاجي أدخل كده وآخد منزلقة باللون الجديد مش باللون اللي أنا شغالة بيه عشان أغير اللون. حابة تشتغلي بلون واحد تمام، تكملي بالخيط بتاعك، واشد كده الخيطين علشان أثبت الخيط الجديد، وأبدأ أشتغل 3 سلاسل ودول برضو بمثابة عمود. وهبدأ أشتغل داخل السلسلة اللي أنا طالعة منها السلاسل دي، أشتغل عمود بلفة، بس مش هسحبه كله، هسحب 2 بس، واشتغل تاني عمود بلفة في نفس المكان واسحب 2 بس بالشكل ده. هيتفضل لي 3 على الابرة، هسحبهم كلهم مرة واحدة، وبعد كده هرتفع سلسلتين. هاجي في السلسلة اللي بعدها على طول هشتغل نفس الفكرة، عمود بلفة بس مش هسحبه كله، هسحب 2 بس واخلي 2 على الابرة، والف تاني وفي نفس السلسلة اعمل عمود بلفة تاني واسحب 2 بس، والف تاني واسحب عمود بلفة واسحب 2 بس. هيتفضل لي 4 على الإبرة، هسحبهم كلهم مرة واحدة وارتفع سلسلتين بالشكل ده. السلسلة اللي بعدها على طول هعمل نفس الفكرة، هشتغل عمود بلفة وهسحب 2 بس والف، وفي نفس الفراغ هشتغل عمود بلفة واسحب 2 بس، وفي نفس الفراغ برضو هشتغل عمود بلفة تالت واسحبهم كلهم مرة واحدة. وبكده انا هبدأ اشتغل في كل سلسلة هتقابلني بنفس الشكل لحد ما اوصل لنهاية السطر. وهنا وصلت لنهاية السطر، أعد إن لازم يكون المجموعات دي عندي 12 مجموعة، وآجي هنا شايفين في السلسلة دي وبعمل منزلقة بالشكل ده. تمام. وهاجي بعد كده عايزة اتنقل للفراغ ده فهعمل منزلقة. أنا هغير لون الخيط، فلما آجي أسحب هسحب الخيط اللون التاني مش اللون اللي أنا شغالة بيه، واخلي ده كده تحت الخيط عشان أنضف بيه وأنا شغالة. وبعد كده اخد الخيط اللي أنا هشتغل بيه بالشكل ده واسحب منزلقة، ويبقى كده انا غيرت الخيط. وارتفع 3 سلاسل ودول بمثابة عمود، وده اخر سطر معايا في الوحدة. هبدأ اشتغل اول كورنر معايا هنا 3 سلاسل، وبعد كده هشتغل عمودين بلفة في نفس الفراغ. كده اشتغل اول عمود وبعد كده تاني عمود، كده بقى عندي 3 عمود بلفة مع ال3 سلاسل الاولانيين. وهرتفع بعد كده سلسلتين وفي نفس الفراغ هعمل 3 عمود بلفة تاني. وده كده اول كورنر انا اشتغلته معاكم، علشان خلاص هنربع الدايرة اللي احنا عملناها دي وتبقى وحدة جراني شكلها حلو جدا. شايفين ده اول كورنر معايا بالشكل ده، بعمله 3 عمود بلفة، سلسلتين 3 عمود بلفة. هاجي في الفراغ اللي بعد كده هشتغل 3 عمود بلفة بس. ده اول عمود، تاني عمود، تالت عمود، وبعد كده في الفراغ اللي بعده على طول هشتغل برضو 3 عمود بلفة في نفس المكان.
ده كده تاني عمود وده كده تالت عمود. شايفين اهو ده الكورنر، وبعد كده اشتغلت مجموعة من التلات عواميد مرتين بالشكل ده. هاجي بعد كده اعمل كورنر تاني هنا بنفس الفكرة، 3 عمود بلفة، سلسلتين 3 عمود بلفة في نفس الفراغ، ويبقى كده أنا عملت العمود الكورنر التاني بالشكل ده. وكده هاستنتج إن بين كورنر وكل كورنر وكورنر هاشتغل مجموعتين من 3 عمود بلفة. وده آخر عمود بلفة أهو معايا، شايفين الكورنر ده اتعمل. هاكمل بعد كده في الفراغ اللي بعده 3 عمود بلفة، وفي الفراغ اللي بعده 3 عمود بلفة، وبعد كده أعمل الكورنر بتاعي بالشكل ده. كده بصوا هاستنتج ان بين كورنر وكورنر مجموعتين. هكمل للاخر، وهنا كملت للاخر هقفل في السلسلة دي بمنزلقة وارتفع سلسلة تثبيت واقص الشغل عادي، ويبقى كده انا خلصت اول واحدة معايا بالشكل ده ب3 سطور بس. تقدري تعمليها وما بياخدش معاكي وقت. تبدأي ان انتي تفردي كده القطعة بتاعتك علشان تاخد الشكل. شايفين شكلها حلو ازاي، عاملة زي كأن وردة في النص. وبالشكل ده هعمل قطعة زيها بالظبط بنفس العدد، وابدأ ان انا اشبكهم مع بعض بطريقة حلوة جدا، والطريقة دي سهلة وكمان بتدي افكت حلو قوي. هجيب القطعتين كده بس، هبدأ اثبت بس الخيط في اول قطعة بالشكل ده، وهجيب الخيط الجديد او الخيط مخالف علشان يبان شكل التقفيل وانا بقفله، وهبدأ اشتغل بالشكل ده كده تثبيت على الإبرة. وبعد كده اطلع من هنا، ويبقى كده انا ثبت الخيط في القطعة دي. اجيب القطعة التانية شايفين بالشكل ده، والف لفة على الابرة كأني هاخد عمود بلفة، وادخل في الفراغ ده في نفس الفراغ اللي انا داخله فيه في القطعة الاولانية، واسحب عمود بلفة بالشكل ده. كده انا عملت عمود بلفة وشبكت القطعتين ببعض. هبدأ بقى اشتغل القطعة كلها عواميد بلفة بس بتكنيك معين. هنعمل ايه؟ هبدأ في كل غرزة بما يقابلها في الغرزة اللي قصادها هاشتغل ادخل. شايفين السلسلة اللي بعد دي على طول بدخل بالشكل ده كده داخل السلسلة، والف كأني هاخد عمود بلفة. شايفين كأني هاخد عمود بلفة. وبعد ما اخد العمود بلفة ادخل فين؟ هدخل في الفراغ اللي انا كنت داخلة فيه في الاول، وبعد كده ادخل في السلسلة الجديدة بالشكل ده، واسحب عمود بلفة. هتبان معايا في الخطوة الجاية. شايفين بالشكل ده هخش في السلسلة اهو، في السلسلة دي كده بالشكل ده، وابدأ اخد عمود بلفة. وهدخل فين بعد كده؟ هدخل شايفين الفراغ اللي انا طالعة منه بالخيط ده ادخل فيه، وادخل كمان بقى في السلسلة الجديدة اللي انا عايزة ادخل فيها، واسحب عمود بلفة بالشكل ده. شايفين اول اتنين بيبقوا داخل الوحدتين، التانيين بيبقوا بصوا بخرج بيها بالوحدة التانية، ويبقى كده عمود بلفة. تعالوا نعملها تاني. ادخل كده والف لفة، وفي الفراغ اللي طلع منه الخيط ادخل بقى في السلسلة الجديدة واسحب. هيتبقى لي 3 على الإبرة، هاسحب من أول 2 والاتنين اللي بعد كده بالشكل ده. نعملها كمان أهو، دخلت ولفة وهدخل في هنا وبالشكل ده كده، وبعد كده أسحب العمود بتاعي، وهكمل بقى لنهاية السطر بنفس الشكل ده. شايفين اهو، هكمل لنهاية السطر وارجع اوريكم شكلها عامل ازاي. شايفين هنا اهو بعد ما خلصتها عاملة كده زي البسكوتة. هبدأ بقى ارتفع سلسلة واقص الشغل ده، وبعد كده هبدأ اشتغل بقى العليقة اللي احنا هنعلقها منها.
طبعًا هاداري كل الخيوط دي وهانضفها. هنبدأ نشتغل هنا في العليقة سهلة جدًا بغرز منزلقة. هاجيب الخيط نفس لون الخيط علشان يبقى شكلها حلو معايا، وتبقى عاملة كده زي البسكوتة زي ما انتم شايفين. هابدأ هنا أعد، هالاقي دول كام؟ هالاقي دول 13 غرزة سلسلة. هاجي أشتغل أول 6 منزلقة وبعد كده هاوريكم هنعمل ايه. هادخل هنا بالشكل ده كده وأعمل سلسلة عشان أثبت الشغل، وبعد كده أعمل منزلقة في أول 6 سلاسل بالشكل ده. تمام، وبعد كده أبدأ هنا 6 سلاسل اهم. هبدأ اشتغل 3 سلاسل واسيب سلسلة وادخل في ال6 سلاسل التانيين اعمل منزلقة. تمام، عملت اهو 6 سلاسل ورا الكاميرا عشان وقت الفيديو. شايفين هنا دي اللي انا هدخل فيها العليقة. هنا عندي عمود كده هعمل فيه سلسلتين برضو منزلقة بالشكل ده. تمام، عملت اول سلسلة بدخل في الفراغ كده واعمل منزلقة تاني في العمود اللي هو ده، وبعد كده اكمل هنا ال6 سلاسل المنزلقة التانيين لحد ما اوصل للسلسلة السادسة. وصلت هنا هبدأ اشتغل بقى سلسلة عددها 40 لحد ما اشوف هل هي كده العليقة او الطول مناسب ليا ولا لا. انا اشتغلت هنا 40 سلسلة، وبعد ما اشتغلت 40 سلسلة هبدأ اشبكها، اسيب سلسلة من تحت واكمل غرز منزلقة في ال6 سلاسل اللي بعد كده لحد ما اوصل لبداية السطر. انا هنا اهو عملت كده وببدأ اشوف هل كده تمام، عندي العليقة تمام ولا لا. لقيتها لا، بكمل عادي سلاسل. وهنا بعد ما وصلت لبداية السطر شايفين بقص الشغل واطلع كده واقفل السطر بطريقة محترفة علشان ما يبانش بداية ونهاية السطر في المنزلقة. تمام بالشكل ده. بعد ما طلعت كده اهو بصوا بسحبها كده واطلع منزلقة واسحب الشغل. تمام، اجي بقى اقفل ازاي؟ باجي في السلسلة دي بدخل فيها من تحت كده من غير بالابرة يعني داخل الضلعين بالشكل ده، واجي اسحب الخيط منها من تحت كده، واجي بعد كده في السلسلة اللي طالع منها الخيط هلاقيه طالع من النص كده. هاجي في النص السلسلة في الضلع ده وادخل اجيب الخيط، وبكده قفلتها كأن في سلسلة ومفيش بداية ونهاية السطر بس. وده بقى شكلها في الاخر، وطبعا بنضف الخيوط دي وده بيبقى شكلها في الاخر.